ليش تبكي ليش تبكي؟ زينة زينة. كثير من المناشدات قد وصلتنا إلى الشبكة الإعلامية للرقابة الشعبية، ومن ضمن هذه المناشدات الشابة زينة التي أصيبت بشلل الأطفال منذ الصغر، وبمرور الأيام تضاعفت حالتها، فقررنا زيارتها بعد أن وصلتنا هذه المناشدة. عيني زينة، وصلتنا مناشدة بأنه أنت معاقة بشلل الأطفال منذ الصغر. احكي لي معاناتك، شلون عايشة، شلون قادرة تمشين، احكي لي كل شيء، قصتك كلها. وانا من كنت صغيرة كان كل شيء ما بيه، يعني كنت امشي على رجلي وكذا يعني، بس خالتي وقعتني من على الكاونتر وكل شيء راح من حياتي، يعني من كل شيء حلو بالدنيا انحرمت من عنده، وكلها بسبب خالتي. هي وقعتني من على الكاونتر حطمت حياتي كلها بسببها. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل من كل ظالم. زين، احكي لي شلون عايشة بهذا البيت اللي انت ما طالعة ابد منه، احكي لي معاناتك. اي صح، ما اطلع انا، يعني ما اطلع ولا اروح ولا اجي، بس لما اتمرض يعني حاجه ضروريه اروح للدكتور، ما اطلع ولا اشوف ناس ولا اشوف عالم، لا صيف ولا شتاء، العالم تروح تجي تطلع بالشتاء بالصيف، واني محبوسه بشعب الغرفه بين اربع حياتي. زين، تحبين تناشدين تصير مناشدة لمن اكثر شيء؟ والله الناس الخير، يعني سيد مقتدى، يعني سيد مقتدى يسافرني، يا ريت يسافرني. زين، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوصل صوتي، وانا يوصل صوتي، خل يوصل صوتي، بس من يسافرني؟ ما اعرف من يسافرني والله، ويرادنا تفادى بألمانيا، سبب مادي العلاج بألمانيا. انا من جد صغير ابويا وداني كان عمري 10 سنوات، وداني بالعظمية دكتور اسمه محمد شعبان، وقال عمليته هاي قبل عمليته ببرغاليا. زين، هاي ايام زمان قال، بس لسه بألمانيا العملية مادي. يعني زينة، شيء اكيد عندك تقارير حابة اشوفهم للمشاهدين. نعم. عينهم زينة ممكن التقارير؟ اي هاي تقارير. تمام. هاي تقارير. نعم. هاي تقارير. هاي وزارة الصحة، إدارة الأمور الفنية. هاي وزارة الصحة دتني الطبيب. نعم، لاحظوا هاي بالمستشفى التقارير. الكاظمية. مستشفى الكاظمية.